صباح الخير يا بنات، عاملين ايه؟ او مساء الخير يا بنات برضو، عاملين ايه؟ النهارده بقى الواحد صاحي مقريف كده. قلت لا، انا اقوم اعمل بقى ايه، حبه بسكوت كده صحي ورياضي وبسيط، يعني مش هياخد 10 دقايق في ايديك، ومكوناته بسيطه جدا. انا هعمله بدقيق الشوفان. ما عندكيش دقيق الشوفان اعمليه بدقيق عادي يعني، بس انا هعمله بدقيق الشوفان عشان انا ماشيه على نظام بقى صحي شويه كده. هو مش صحي قوي برضو، بس برضو يعني بحاول، التجاهيد يعني الاجتهاد من عند ربنا. براد بيصفر بس يا براد. فقلت بقى ايه اشارككم بقى ايه وانا بعمله كده، اقول لكم على الوصفه ايه، وعشان اخد دعوه حلوه منكم كده. المكونات بسيطه، عندك دقيق شوفان كان بها، ما عندكيش انا دوت كان عندي شوفان كده اهو، وانا اللي طحناه في الخلاط. يعني انا مفيش حاجه ايه تقف قدامنا، احنا الستات شاطرين ومفيش حاجه تقف قدامنا. ودي زبده في مقدار كده نص كوبايه، يعني انا عشان بعمله على طول فانا باخد كده بالبركه. دي في حدود نص كوبايه، ودي كلها كده في حدود كوبايه ونص، اللي هي كوبايه المج بتاعت الشاي. مقاديرنا كده. بس انت بقى عايزه تحطي له بقى عسل حطي، عايزه تحطي سكر حطي. انا هحط له معلقتين ثلاثه بس كده عشان مش عايزاه مسكر قوي. انا في العادي ما بنحبش الحاجه مسكره. انا هعمله بمعلقه سكر بودره واحده بس، او معلقتين، او معلقه ونص. يعني انا هحط كده حبه عشان نعم. مش عايزه بسكر. احنا بنحب الحاجات اللي بتاع دوت من غير سكر. تمام كده. هنعمل ايه بقى؟ ده خليها كده على جنب. هنحط الزبده في مقدار كوبايه ونص. مش هتحتاجي بقى انت لا معجن لعجان ولا اي حاجه. احنا هندوب بقى الزبده كده في قلب نخليهم يدوبوا في بعض. دي مش ملكاها، عشان الزبده دي اصلا كانت في الفريزر. بصوا اول ما هتمسك السكر هتسيح على طول. لا مش هنعمله بشوكولاته، عشان انا ساعات بعمله لهم بقى زي البيمبو كده، البسكوت بيمبو اللي انتوا عارفينه ده. بسيح لهم شوكولاته احطه فوقيها كده. ماشي، لو لقيت شوكولاته في الثلاجه سيح لكم شوكولاته واعمل. نعم. نعمل كده كده كده. ندوب السكر. احنا قلنا ايه؟ كوبايه ونص زبده. كوبايه ونص زبده، ايه، كوبايه ونص دقيق شوفان. عايزه تحطي له معلقتين دقيق ابيض عادي، عايزه تحطي دقيق اسمر عندك عادي. والحاجات دي اصلا كمان الدقيق الاسمر ودقيق الشوفان والحاجات دي بقت متوفره، يعني مش هتقولوا هنجيب الحاجات دي منين. دلوقتي ابسط عطار عنده الحاجات دي. يعني ابسط عطار، مش هنقول بك بقى تجيبي من الهايبر وجيبي من المعرفش ايه وسوبر ماركت كبير، لا. ابسط عطار الحاجات دي خلاص بقت متوفره جدا. الزبده سايحه، بس انا وراها نجيب لها شوكه. سايحه جدا يعني. انتوا شايفين الدنيا حر ازاي؟ بس هي مسافه ما هتشم الهوا كده هتعمل ايه على طول. الوصفه دي جربوها تعجبكم. ودي برضو تخش من ضمن اللقمات المشبعه. الحبوب المشبعه جدا الشوفان دوت، يعني بيملى البطن جدا. واحنا مش عاملينه بقى بسكر وحاجات كده تقيله اهو. هنعمل ايه بقى؟ كده دوبنا كل السكر اهو. انت بقى من بدري كده بيطلعي الزبده، بس متخليهاش تبقى سايحه قوي. ونقوم حاطين بسم الله الرحمن الرحيم الشوفان في حدود كوبايه ونص. وهي دي كده مقاديرنا. انا غاسله ايدي زي ما انتم بتبقوا عارفين. هنحط بس كده الفانيليا. احنا مش حاطين بيض، بس هنحط لها كيس فانيليا تدي بس كده ريحه. ومش عايزينه هيعلى قوي، هنحط برده بتاع نص كوبايه ايه بيكنج باودر. وهنعمل ايه يا معلم؟ وقلب قلب كل الخليط ده يخش في قلب بعضه كده. بصوا المقادير ازاي عامله ازاي. حسيتي بقى العجينه ناشفه شويه كده منك، تحطي
هنحط ايه، مش هنحط ولا اي حاجه سايله عشان خاطر ما تبوظيش ايه الموضوع. هتحطي حته سمنه، حته زبده. بصوا احنا عايزينها دي ايه، بصوا تبقى ايه سايبه كده ايه. وانتوا ادام هتعملوها على طول يعني هتبقى ايه، انتوا هتظبطوها بقى، تبقى انتوا ايديكم معياركم، ايديكم هيبقى معياركم. اهي وسابت خالص من ايدي ازاي، اهي خالص كده. هنشكلها بقى نحطها في درجة في الفرن، وما تحطيها في الفرن ما تفتحيش عليها ولا اي حاجة غير لما ايه تبرد خالص. هشوف اي صينية، اي صينية عندي اهي كده. شوفي انا نسيت الحاجات دي كلها كده، لا حطها ورا يا انس في الفرن. حطه على جنب، نمسح الصينية كده. ماشي، هنشكلها كده بقى. بتدوسي كده، احلى بسكوت شوفان هتاكليه. بصي اللي ماسكه ازاي، ولا احتاجنا دقيق من بره ولا احتاجنا اي حاجه. وانتوا عارفين طبعا البسكوت الشوفان ده، شوفوا برضو بتجيبوه بره بقد ايه. احنا عملناه في البيت بمكونات بسيطه جدا، وسهل سهل سهل. انا هعمل بقى كل ده عشان الفيديو ما يطولش عليكي. تمام كده، واجيبهولك لما يستوي اطلعه من الفرن واوريهولك. ثواني وراجعلك تاني. لو في شوكولاته في التلاجة هنحط. البسكوت طلع، بصوا بقى شكله عامل ازاي، سهل جدا جدا والله. لو ما جربتوه هتندموا. تمام، هو لسه طالع سخن. بصوا لسه طالع، لسه طالع وسخن. عامل ازاي سخن. ياسين انس بقى عايز الشوكولاته، فمش هنحرمه من حاجه ونحط له بالشوكولاته. ايه الشوكولاته اهي، انت عايزه تسيحيها، انا مش هسيحها لانها حته صغيره مش مستاهله. حطها فوق الوش كده وهي هتسيح لوحدها، لان البسكوت زي ما قلت لكم سخن نار، لسه طالع من الفرن. الوصفه دي جميله والاولاد هيحبوها جدا، وهتبقى يعني ايه، يعني بصي في ثواني والله انا عملت كوبايه الشاي كنت مشغلاها، ويعني كوبايه الشاي اتعملت كان البسكوت خلص. بصي دي حطيتها كانت عليت النار شويه ولقيتها هتحروق، قمت ايه وطيت عليها بسرعه. بصوا هو سخن مش عايزه افتحه من جوه، بس بصوا بص شكله عامل ايه من جوه، دايب كده وجميل. انا عايزاكم بقى تجربوا الطريقه دي، ان شاء الله هتعجبكم الطريقه. بصوا الشوكولاته ساحت ازاي، بصوا ساحت ازاي. يلا ما تنسوش بقى لو وصلتوا لاخر كده الفيديو معايا، ما تنسوش تحطوا لايك واشتراك وتفعلوا الجرس، وجربي الوصفه دي واكتبي في الكومنتات ظبطت معاكي ولا لا. ولو ما ظبطتش اكتبي لي برضه، انا اقول لك انت عملتي ايه وكان ناقص لك ايه تكات، التكه اللي فيها ايه. تمام، مش على المقادير دي مظبوطه هيطلع معاكي بسكوت شوفان مظبوط مية مية. لا حطينا له دي خارجي ولا عملنا اي حاجه فيه. يعني طلعت المقادير مظبوطه اللي انا قلتها بالظبط، والبسكوته ماسكه نفسها ومتماسكه، تحسوا انتوا بتاكلوا قريبه والله، جميل جدا. جربي الوصفه دي، ما تنسيش اللايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.